يلا يا جماعة اصحوا بقى، اصحوا 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 يا جماعة. يلا عايزين بقى نروح نعمل شنط السفر. يلا بقى. والله ماشي، والله العظيم نفتحه. هلو وردتي الحلوين، النهارده كانت لكم فيديو جديد. النهارده كنا عبارة عن اسفة يعني لو انا متعصبة الوقت ده، انا متعصبة جدا. امبارح بالليل طبعا اكيد عارفين بيقولوا لي عايزين نسافر سوريا. ودلوقتي بصحيهم الساعة 6 الفجر. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي الساعة 3 الفجر باين. لان يا جماعة عارفين طبعا ان الساعة اتغيرت، طبعا اكيد الساعة اتغيرت. صحيهم لا، الساعة 1 بالليل اعتقد. الساعة واحدة بالليل. ف علشان في الصبح احنا برضو هنجيب شوية حاجات برضو، وحاجات بالليل هنعمل شوية حاجات، وبالصبح هنعمل شوية حاجات عشان احنا هنسافر في الصبح. فده كمية رهق بجد بجد. طبعا اللي هيقول لنا ان احنا هنقعد هناك في سوريا، لا، احنا ممكن نقعد يومين، يوم واحد، 3 ايام كده. لان في مفاجأة نانسي وعمر عايزين يعملوها في سوريا. قلت لهم مش مهم سوريا بس. لا، قالت لي يا نانسي، لا انا عايزه اروح سوريا، بحب سوريا. قلت لها نروح لندن. قالت لي مش عارف، بس احنا لما هما يصحوا كده اهو هصحيهم بضرب الجزمه ونحددوا بقى احنا هنسافر فين. يلا بينا. قوموا يا لهوي، اخيرا صحيتوا. ايه في ايه بقى؟ عايزه مني ايه؟ بص يلا حددوا، هنسافروا سوريا ولا لندن؟ لا انا سوريا وانا معاها سوريا. اشمعنى سوريا انتوا اخترتوها؟ طب يعني ماشي اوكي. طب مصحيانا الساعة 1 بالليل ليه ان شاء الله؟ لا، ما احنا لازم نعمل 1 بالليل. فعلا لازم نعمل 1 بالليل، لان احنا في الصبح يا جماعة. طبعا عايزة اقول لهم المفاجأة اللي انتوا عايزين تعملوها في سوريا دي. قولي لهم. اقول لهم ولا خليها مفاجأة خلاص. طبعا انتوا تقريبا هتعرفوا. طبعا اقول لهم ولا ايه؟ طبعا التنين قولي وخلاص. اقول خلاص اوكي ولا ايه. اوكي هقول لكم خلاص يا احنا مسافرين سوريا. ليه؟ لان نانسي وعمر طبعا ده بتقوله خطيبي، بس دي لسه هما ما تخطبوش. ما تخطبوش يعني ما تجوزوش يعني. فهم قرروا يسافروا سوريا بنفسها عشان يعملوا هناك فرحهم او خطوبتهم او هنا. والله يلا، انا صراحة بحب سوريا جدا. ليه ان شاء الله بقى كنت اخترت بلد غير سوريا؟ بلاش لك ده بقى، لان دلوقتي الساعة قربت تيجي على 2. يلا بقى بلاش كسل. استني اهي. انت معاكي التذكرتين ليكي انت وعمر؟ ايوه. امال مش هناخد لبس؟ امال ازاي هتسافروا؟ اصلا احنا كنا مسافرين سوريا من زمان قوي يعني، وحاطين شويه لبس يعني في البيت. يعني انتوا حاطين ده كله ومش بتقولولنا؟ لا انا بقى اجهز بقى. طبعا يا جماعه هتقولوا لي ليه ما عملتوش الخطوبه هنا؟ الخطوبه لانه ولا مكان لاقيينه زي الفل نعمل بيه خطوبته.
وده السبب اللي احنا مش مخليني. طبعا نانسي ام تعشق السفر. ايوه بحب السفر، بحب السفر قوي قوي قوي. بتموت حاجه اسمها سفر. هحط الحاجات واجي. بصوا يا جماعه، اللبس اللي احنا لابسينه ده طبعا احنا مش هنلبس اللبس ده، هنلبس لبس غيره. بس احنا ايه، هنجيب لبس في الشنطه ده للفرح بس. انا ونانسي بنلبس زي بعض، فعادي يعني ممكن اشحت من نانسي شويه لبس، وانا برضو عمر يعني نفس اللبس كده، وكذلك على الاسره. اوكي يلا بلاش لك احنا كده وخلصنا الشنطه. صح البرفان ما اقدرش اعيش من دونه ولا هاتف. يلا بقى يلا. صح حاجات يا جماعة كنت هنسى حاجات البيت طبعا يا جماعة. شفتوا الغباء بتاعي؟ يلا طبعا يا جماعة ثانية مين مع بصوا يا جماعة، بدل كل حاجة متجهزة يبقى هنسافر من دلوقتي. ايه يا ماما، هنسافر الساعة 2 بالليل دلوقتي. طب مش عايز نسافر الساعة 2 بالليل. طب انا كنت مخططة ان احنا هنروح نجيب شنط السفر، ولقيت ان احنا محددين كل حاجة بتاعت السفر. طب اعمل ايه يعني؟ اشد في ضوافري طب ولا اشد في شعري طب ولا ايه؟ ايوه يلا بصي، خدي موبايلي مش مهم بقى. خليه ياخد يا رب خليه ياخد موبايلي يا عمر، وهو اللي يعني كده اللي يتصل على المكان. اوكي خدي. الو، مدير سفر سوريا. ايوه اهلين، ايش عاوزين؟ ايش عاوزين نحجز طيارة. ثانية، هو بيتكلم مصري؟ ايوه بيتكلم مصري وسوري شوية. اوكي دي عاوز ايه؟ عاوزين نحجز طيارة عائلية لسوريا. ل... آه، قصدك لبلد سوري؟ البلد سوريا. اوكي عاوزينها لبكرة ولا النهاردة؟ لا دلوقتي الساعة 2 بالليل. طب ماشي، هبعتلك العنوان. ماشي اهو بعتلي العنوان. يلا بقى يا رب يا رب صبرني. يلا نروح يلا يا جماعة. طبعا ده احنا قلنا نسموه تجهيزات السفر، دلوقتي اتقلب يوم السفر، فهنكتب في العنوان فلوج السفر. يلا يلا يلا. باي بيتنا العزيز، هتوحشنا. بس احنا مش هنقعد اسبوع هناك، هنقعد بس كام يوم ويجي. طبعا اهم حاجة ان احنا هنقفله، اهم حاجة يعني. يلا طبعا وصلنا هنا الطيارة. طبعا بقية العيلة جاية ورانا. طبعا يا جماعة تسألوا بقية العيلة يعني والأطفال فين؟ طبعا يا جماعة جايين بالعافية، وانا اصلا بننام حرفيا يعني. فاستنوا بجد احنا عايزين ننام جدا يعني، والله مش قادرة وانا عايزة انام اصلا. هو في اصلا حد يسافر طب قعدنا في الطيارة كتير جدا يا جماعة. استنوا يوم ايه يا جماعة؟ بكرة الثلاث. استنوا يوم الاثنين او النهاردة بالليل يعني. طبعا احنا يا جماعة سافرنا من يوم الأحد، جينا قعدت الطيارة من يوم الأحد لغاية يوم الاثنين. احنا جينا يوم الاثنين. او ماي جاد يعني. فاستنوا يوم
يا ربي الاثنين الاربع فيديو الفلوج او النهارده بالليل الفلوج بس، وفلوج يعني الخطوبة وكده وبس. هموت وانام انا بصراحة، ده انا اكتر حد اصلا عايز ينام وبس. باي.